السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات عبد الرحمن. نقول لكم رمضان كريم وان شاء الله تصوموه بالصحه والهنا والكافه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي. كما تشوفوا وصفتنا لنا اليوم البوراك، ما يخلاش البوراك في طاوله رمضان، لكن اليوم راح يكون مختلف. البوراك تاع النهار اليوم راح يكون بالبيشاميل والكومونبير، يعني بنه خياليه، بنه ما يتشبعش. ولكم يلا بينا نروح نشوفوا الطريقه اللي حضرت بها هذا البوراك لنهار اليوم. واش غنحتاج؟ عندي هنا حبه تاع بصل تكون كبيره مقطعه مربعات، نحطهم فوق النار حتى يدبلوا كامل ويرجع اللون تاعهم ذهبي. من جهه واحده اخرى نجي نحضروا صوص بيشاميل. ندير هنا مغرف تاع زبده. هنا بعد ما دابت لي المكارين ديالي نضيف عليها 2 مغارف تاع فارينه يكونوا معمرين مليح. نضيف عليها الحليب، هنا التوابل عندي بودرة الفورماج، بسم الله، والثوم مفروم، بودرة يعني الثوم بودرة. نحطها تغلي حتى تطيب ونكملوا مع بعض. نضيف عليها قرصة تاع الملح. من بعد ما وجدت نطفي عليها ونخليها جانبا، نخليها تبرد. هنا البصل تاعي بعد ما دبال كامل، ما تشوفوا تحمس كامل. نجيب هنايا تحبوا بولياشي ولا دانداشي ولا لافيونداشي، واش كان متوفر عندكم. 2 سنينة تاع الثوم، توابل عندي هنا فلفل الكحل، وعندي توابل خاصة بالدجاج، نضيف شويه ملح، ما كترش بزاف لانه الكومونبير راح يكون مالح. هنا كما كتشوفوا كي قطعت البصل مربعات ما تلقليش البصل الماء بزاف، يعني هكا باش مع الوقت الديول تاعكم ما تتقطعش. هنا بعد ما طاب نضيف عليه صوص بيشاميل ديالنا، بسم الله. يعني جربوا هاد الوصفه، بنتها قلت لكم ولا اروع. هنا نخليها تشرب حتى تنشف مليح ونطفي عليها. هنا نخليها لازم تبرد تماما باش نقدروا نديروهم في الورق الديول تاعنا. هنا بعد ما برد لي الحشو تاعي قلت لكم حتى يبرد مليح، نجيبوا براقي تاع الديول. انا عندي هنا اوراق تاع البيت، يعني مصنوعين في المنزل. نحط الحشو ديالي ونحط الكومونبير من فوق. هنا ما قطعتش الديول تاعي على 2 لانه الصغار ماشي كبار بزاف. نزيدو حبيبه، اللي قلت لكم هاد البوراك ما يتشبعش.
حنا لازم يكون الزيت تاعكم سخون مليح باش ما حبة البوره تاعكم ما تشربش الزيت، وزيد بالخف يتحمروا باش ما يخرج لكمش تاني الكومونبير من حبة الديول. رانا غير نحمروهم. هاوليك البولك حاضر معنا. شوفوا الله يبارك كيفاش يخرج ما شاء الله، يخرج الله يبارك ويقعد مقرمش. قلت لكم ما يخرج كامل منه هذاك الكومونبير. نفتح معكم حبيبات شوفوا كيفاش يجي لداخل، يجي مفرمج، يجي ما شاء الله. نتمنى برك ان شاء الله انكم تجربوه ان شاء الله وينال اعجابكم، ونقول لكم صحه فطوركم، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.